ربع نهائي كأس إفريقيا، منتخب مغربي كاميرون. شنو هي الطريقة اللي ممكن نربحوا بها منتخب الكاميرون؟ أولا، تاريخ المواجهات كأس إفريقيا ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الكاميروني كيميل لصالح المنتخب الكاميروني. 3 المواجهات تعادلنا في وحده وربحونا في 2، وهذه نقطة مزيانة مشجعة لوليد الركراكي كيعجبوه تحطيم الأرقام وداكشي. غادي نبداو بطريقه لعب المنتخب الكاميرون اللي شفناها في هاد 4 الماتشات اللي دازوا. منتخب الكاميرون كيعتمد على خطه 3-5-2، خاطر في التحولات لي ترانزيسيون من الدفاع للهجوم بسرعه خياليه. اهم اللعابه ونقط قوه المنتخب الكاميروني كتجلى في 3 العناصر: باليبا في وسط الميدان، وجوج المهاجمين مبومو وكوفاني، اخطر العناصر الكاميرونيه. اقل المنتخب في نسبه الاستحواذ على الكره في المنتخبات الثمانيه اللي بقاو في ربع النهائي. وهذا الشيء شنو كيعني؟ كيعني ان المنتخب الكاميروني في المقابله اللي جايه غيخلي لنا كره وغيعتمد على التحولات الهجوميه اللي هي ابرز نقطه قوه لهذا المنتخب. في المقابل المنتخب الكاميروني او بالاخص دفاع المنتخب الكاميروني ضعيف وفيه نقاط ضعف كبيره، شفناها بالاخص في الماتش التالي ضد جنوب افريقيا. تلقاو عده اهداف ومحاولات خطيره عن طريق العرضيات ليسون والكرات الطويله وراء المدافعين. حارس جد متوسط وبالاخص في الكرات العاليه كيرتكب اخطاء في الخروج ديالو، فراغات كبيره في الاظهره اللي كيطلعوا بزاف بالنسبه لي كيتحسبوا اجنحه اكثر ما هما اظهره دفاعيه. اما بالنسبه للمنتخب المغربي، خطه 4-2-3-1 بالنسبه لي هي اللي كتبان منطقيه نظرا للاصابات اللي تراكموا منذ بدايه البطوله ونظرا للادفيرسير اللي غتواجهوا. في حراسه المرمى ياسين بونو، في خط الدفاع نايف اكرد، ماسينا، والاظهره نصير مزراوي، اشرف حكيمي. لحد الان نحن على وفاق. بالنسبه لوسط الميدان كنظن وعندي احساس انه غيبدا بالتيرغالين ونايل العناوي، جوج ديال لي ميليو تيران ديفونسيف. كما لاحظنا في هاد 4 ديال الماتشات اللي دازوا شفنا وليد الركراكي كان كيختار التغيير ديال تيرغالين، كان كيعطيه وقت اكثر باش يلعب وباش يدخل في المنافسه، باش ما يحتاجوا في بحال هاد الماتشات كنظن غيعول عليه في هاد المقابله. اما بالنسبه لوسط الميدان الهجومي فكنظن ان الخنوس كرقم 10، في الجناح الايمن دياز، وفي الجناح الايسر يا الزلزولي يا رحيمي. الا كان الزلزولي واجد راه الزلزولي اللي غيلعب، سينو رحيمي كنظن يقدر يقوم بهذا الدور. بالنسبه للمهاجم كلنا عارفين ان الكعبي دخل في الشامبيون مزيان، ماركي 3 ديال البيوت، كنظن هو الاساسي، هو اللي ربح المكانه ديالو الرسميه. طريقه اللعب ديال وليد الركراكي في هذه المقابله كيفاش غادي تكون؟ في هذا الماتش بالذات نصير مزراوي هو المفتاح ديال الماتش. الا كان مزراوي في التوب فورم ديالو راه غنربحوا الماتش. ومزراوي كنظن تكون عنده تعليمات انه ما يفوتش وسط الميدان، غتكون عنده ادوار اكثر دفاعيه على هجوميه. المسانده الهجوميه كنظن غتكون من نايل العناوي على الجهه اليسرى مع رحيمي ولا الزلزولي، ونصير مزراوي غيبقى مع خط الدفاع، كاننا لاعبين ب3 المدافعين باش تكون المسانده المسينه في حاله الا وقع شي غلط، حيت ماسينا كنلصقوا به. وفي نفس الوقت غتكون رقابه فرديه من طرف نصير مزراوي على اللاعب مبومو اللي كيعرفوا مزيان في مانشستر يونايتد. في الجانب الاخر على الجهه اليمنى غنشوفوا حكيمي اكثر من دفاعا في الهجوم، واللي غيقوم بالتغطيه على حكيمي هو تيرغالين، غيلعب بالعرض وغيغطي الظهر ديال حكيمي. اما الا قدرنا نسجلوا شفنا الماتش ديالنا ومن بعد بغينا نحافظوا على النتيجه على حسب اطوار المقابله، فاننا غنرجعوا 4-1 الطريقه المعتاده ديال وليد الركراكي واللي كيعرف يلعب بها، والبلوك ميديوم وزير الخطوط ولالين وخلي لهم كره. كنتمنوا من كل قلبنا ان المنتخب الوطني يربح الماتش الجاي ويفك جوج ديال العقدات، عقده الكاميرون وعقده ربع النهائي. من كاس افريقيا 2004 ما قدرناش نفوتوا ربع النهائي، هذه في حد ذاتها كتشكل عقده نفسيه ممكن نتجاوزوها غدا. وان شاء الله الا تجاوزنا ربع النهائي ودزنا للمربع الذهبي فاننا كنقتربوا اكثر واكثر من الكاس ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.